ازيكم يا رجاله. النهارده قبل ما ابدا حبيت احكي عن شيء بسيط عن شخصيه عانت واغتصبت انال وهي صغيره، وده سبب في توسيع خرم افكارها. معنا المفكر العظيم ابراهيم عيسى. دلوقتي انت فاكر اني اقول لك ازاي خرم افكاره وسع بالطريقه اللي خلته يفكر بالعمق ده؟ فاحب اخيب املك واقول لك لا، انا جاي اتكلم عن موضوع اهم واكثر عمق من خرم ابراهيم عيسى. الموضوع دوت هو الطيز والكون. ايوه، الطيز من العوامل الاساسيه في نشأة الكون. فتعالى معايا احكي لك البدايه. وقبل ما اقول اي حاجه حابب اقول لك ان الفيديو ده بضال ومش هيفيدك، لكن اعمل شير وابن غيرك. وزي ما قال الدكتور العظيم ميكاوي، يلا بينا نبدا. الطيز كيان مستقل بذاته، هو قاعدة الإنسان اللي بيوضع عليها. أكيد ده كلام بديهي أنت عارفه. هننتقل لنقطة تانية ونتكلم عن الكيان المسمى بالطيز، لكن بفكر أعمق من سطحي زيك يا اللي بتسمعني. الطيز عامل مشترك بين كل الكائنات، حيوان أو إنسان. الطيز مش مجرد خرم بين رجليك أو فتحة تنزل منها فضلاتك، بل هي سبب في اكتشافات عظيمة. مثال بسيط زي الجاذبية. إسحاق نيوتن حب يستريح فقعد على طيزه تحت شجرة، فوقعت التفاحة على راسه وعرف الجاذبية، ومنها نستنتج إن الطيز عامل مؤثر في الكون. فالطيز أهم سبب في اكتشاف الجاذبية، لأن لو ما عندوش طيز ما كانش عارف يقعد تحت الشجرة. وده مثال بسيط لأهمية الطيز. ودلوقتي خلونا نرجع لأهم شيء، هو إثبات علاقة الكون والطيز. فلو بصينا لأقدم جزيئات اتكون منها الكون، وهي الهيليوم الأحمر والهيدروجين الأزرق، ولو اتعمقنا اكتر وبصينا على هيئة الجزيئات دي هنلاقيها لازقة في بعض على شكل دائري، وبيكونوا الشكل المثالي للطيز. وده يثبت كمان ان الطيز موجودة من قبل كل الكائنات الحية، وان الطيز هي الكون بحد ذاته. واوعى تنسى، كل ما تشوف طيز حلوة تقول لصاحبها طيزك حلوة، لان الطيز الحلوة لازم تتقدر. ومعلومة بسيطة، انا قلت طيز 18 مرة، فاكتب تحت في التعليقات طيزي عشان تثبت وجودك.